عايزين لانش بوكس فيها شوكي ومعلقة اللي هو تاني من هنا. ده المقلمة تاني من هنا شكلها جميل. بلاش حاجة تعطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. ربنا يجعلها سنة نجاح وتفوق ويحفظ أولادنا جميعا بإذن الله. فبالمناسبة دي هنعمل فيديو المشتريات بتاع كل سنة علشان يكون ذكرى جميلة على القناة للأولاد. أول حاجة ده كده عندنا عمار السنة دي داخل سنة أولى، فهو اللي جاب اللانش بوكس أغلب المشتريات بتاعته، لان البنات عندهم حاجتهم زي ما هي جميله من السنه اللي فاتت، فما جابوش السنه دي. الشنط بتاعتهم موجوده واللانش بوكس وازاز الميه حلوه يعني. هنا اللانش بوكس بتاع عمار زي ما وريتكم كده. اولا هو عليه علامه 5 صحي، وفي نفس الوقت التقسيمه بتاعته من جوه كده وسهل الفتح، وكمان الغطا بتاعه مش سهل ان هو يتكسر او يضيع مثلا او يقع، فتحفه قوي عجبني. دي المقلمه بتاعتهم فيها مكان البرايه كده، في شبهها بالظبط بس بيكون فيها آلة حاسبة، بس ما حسيتهاش عمليه فجبت لهم دي اللي ما فيهاش الآلة، نخلي الآلة لوحديها. ودي كده الاساتيك بتاعت عمار برضو شكلها كده مختلف بالنسبه للاطفال. ودي الاقلام بتاعتهم، ده كده النوع التاني. ناقص لسه الالوان والشرابات وبقيه المشتريات دي ممكن اخليها في فيديو تاني مع اللبس، لان بصراحه لسه ما جبناهاش. دي كده الاستيكه كده بتاعت العسوله سندس. شايفين النضاره؟ حاجه اخر دلع. نضاره كده وبتتفتح وتتقفل، والمرايه شغل عالي. نيجي بقى للشنطه بتاعت عمار، هي الشغل بتاعها 3D كده زي ما انتم شايفين، وعليه الشخصيه الكرتونيه اللي هو بيحبها. وما جبتلوش مقلمه لان الشنطه معاها المقلمه بتاعتها في الجيب كده في السوسته القدامانيه دي. هنطلع المقلمه ونعلقها كده، بس في الواقع انا مش هعلقها له كده، انا يعني هشيلها وادخلها تاني في الشنطه علشان ما تضيعش منه. شايفين هي لها المكان المخصص بتاعها كده بتتعلق فيه. ده بيكون الشكل بتاعها، والتقسيمه بتاعتها تحفه برضو، فيها جيوب كتيره، فيها لللانش بوكس وفي جوه للكراريس والكتب. التقسيمه بتاعتها جميله. البنات بقى هيوروكم مشتريات التوك. معاكم سلسبيل وانا سما. النهارده هنعرض لكم فيديو مشتريات المدرسه. لكم في منها الوان كتير، 4 الوان
في منه البيج والبني بكل درجاته. وطبعا التوك الاستيك دي للمدرسة. وبكده نكون اتفرجنا على كل التوك، وهنبقى نفرجكم على بقية المشتريات.